باسمي شخصيا باسم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم برحب بسعادة الشيخ سلمان الإبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد الدولي والوفد الموافق. بصراحة أنا سعيد اليوم التواجد في الاتحاد السوري والتواجد مع الإخوان يعني فريق العمل. أكيد بلا شك يعني هي فرصة للجميع يشوفون أحوال الكرة السورية، بنفس الوقت نكون قريبين منكم، عارفين الظروف اللي مرت بالبلد وبالكرة السورية في السنوات الأخيرة. طبعا تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس بالأمس رئيس مجلس الشعب، وأنا على تواصل مع الإخوان طبعا في رأس المعنى طبعا رئيس الاتحاد الرياضي على كل الصعوبات والمشاكل اللي تواجه الكرة السورية. احنا دورنا بالاتحاد الاسيوي سواء في السنوات اللي مضت يعني كنا قريبين مع الاخوان، العلاقات ما عمرها انقطعت يعني، متواجدين دائما في وقت الحاجة مثل ما نقول احنا في بلد. لكن جهودكم انتم كموظفين و يعني مسؤولين في الاتحاد السوري جهودكم واضحة. أنا من خلال النتائج اللي حققتها الفرق السورية في تحت ظروف صعبة كانت يعني هذا خير دليل. بنكون كاتحاد غاري دائما قريبين منكم، لأن عارف أنا الجهد اللي أنتم تقومون به يعني من خلال طبعا رئاسة الاتحاد السوري وأعضاء المكتب التنفيذي، لكن بنكون احنا دائما خير عون لكم جميعا. طبعا بنتكلم عن رفع الحظر، وهذا شيء نتمنى نشوف عودة يعني ان تعود الكرة كرة القدم السورية يعني ومستحقاتها الدولية يعني في البلد، وهذا شيء احنا ننسق مع الجهات الرسمية سواء الحكومة او الاتحاد السوري، لأن أنا أشوف كل المتطلبات تقريبا موجودة، تحتاج لدعم طبعا، لكن إن شاء الله نشوفها في القريب العاجل.